تعالوا نشوف الطبق الجميل الخفيف دوت عملناه ازاي وايه مكوناته وطريقته. طبق شوربة خضار بطريقة جديدة يا جماعة، وخفيف جدا وحلو وتغيير وطعمه مختلف عن كل مرة. هقول لكم على الطريقة جوه الفيديو مع الفراخ اللي بزيت الزيتون والثوم. هنا طبعا شايفين كوباية الزبادي انا حطاها فيه بخار، ما كانش عندي زبادي بصراحة، بس جبت كوباية لبن وحطيت لها معلقة خل وحطيتها في الميكروويف بحيث انها تعمل رايب معانا. هنا ربع كوباية زيت زيتون، وهنا معلقتين كبار ليمون، عصير ليمون. معانا البهارات ملح وفلفل كاري وبابريكا وحبهان، وضفنا عليها بهارات فراخ. هنمكس هنا معانا الخلطة بتاعت التوابل دي. بس عايزة اقول لكم هنا على حاجة، زيت الزيتون بتاع سيوة يا جماعة البكر اللي معصور على البارد. الزجاجة عندنا لتر، جميلة وتحفة وشكلها زي ما انتوا شايفين كده معايا. وزيت الزيتون بيبقى خفيف جدا في الاستخدامات بتاعته كتيرة قوي. هنا معانا معلقة صغيرة من التوم، وسبت بقية التوم عشان هقول لكم هنستخدمها في ايه دلوقتي. هنمكس هنا معانا بالويسك معانا الحاجات والبهارات، وهنعزز اللون معانا شوية. بنحط هنا لون أحمر جل، لون طعام صحي. هنا خلاص كده الألوان كلها اختلطت ببعضها وتعرفت على بعض، وببدأ أضيف هنا معايا الفراخ المخلية، وراك صدور سلايس كده زي ما انتوا شايفين. يعني بصوا يمشي كل حاجة. طبعا هنا عشان هنعملها في الاير فراير، فعملناها مخلية عشان تسهل معانا عملية السوى. وهنتبل كويس الفراخ دي ونعمل لها مساج كده في التتبيلة واللون وزيت الزيتون والثوم. مش عايزة اقول لكم بصراحة قلبت الريحة عاملة ازاي، جميلة قوي. ولون وتغيير وطعم جديد ومختلف. وتعالوا جربوه وتعالوا اعملوا لايك وشير معايا. مش عايزة اقول لكم طبعا قد ايه زيت الزيتون هايل ومفيد جدا، وبنستخدمه في كل حاجة وصحي، وتستخدميه في الاكل كله بيبقى حاجة مختلفة تماما، وما بيديش طعم لا ابدا. هو جميل اوي، ما بيغيرش طعم الاكل نهائي اللي بيقلقوا من تغيير طعم في زيت الزيتون. مش كل الانواع يا جماعة، مش كل الاشكال كلها مش بتبقى زي بعضها. خلاص هنا احنا هنسيب التتبيلة دي كده ساعة على جنب، وتعالوا اقول لكم هنعمل شوربة خضار ازاي وبطريقة جديدة. هنا ضفنا معلقة زبدة وعليها بصلة كده متقطعة كروهات معايا، وببدأ اشوح هنا البصلة مع معلقة الزبدة. طبعا هنا برضو حاجات صحية، مش بنحط دسم كتير او مادة دهنية كبيرة، لا هي حاجة بسيطة خالص. وعشان اشوح فيها البصلة كده، وهنا بقية التوم اللي انا خدته معايا في تتبيلة الفراخ ضفته هنا على البصل. هنبدأ هنا بأول حاجة بشوحها برضو بعد البصل مشوحناه، الجزر والبسلة. احنا عارفين الجزر والبسلة بياخد سوا أكبر شوية من باقي المكونات. هبدأ أشوحها كده يعني تقليبة كده في التانية. وعشان هي معايا هنا البسلة فروزن، هي بتاعت السنة دي بس أنا عاملاها، جبت الفروزن معايا واستخدمتها. غطيت عليها شوية عشان تبدأ تتفاعل مع بخار المية وتبدأ تفك من بعضها. وهنا بعد البسلة ما فكت ببدأ أضيف باقي المكونات. معايا بطاطا حلوة وكوسة وبطاطس، كل ده مقطعاه كروهات معايا مكعبات، وببدأ أضيفهم واديها برضو تقليبة في التانية بشوحها. التشويحة يا جماعة ادت طعم مختلف تماما عن ما بنعمل الشوربة وبنضيف عليها باقي المكونات كلها مرة واحدة. جربوها وهتشوفوا الفرق. معايا هنا بشوح الخضار تقليبة في التانية، بياخد من طعم بعضه، تشويحة بتختلف تماما مع الثوم والبصل. هنا هبدأ أضيف بسيبها كده يدوب بس حاجة بسيطة كده دقيقتين 3، وبجهز معايا هنا معايا الشوربة بتاعتها عشان أبدأ أضيف عليها الشوربة الغنية بتاعتي اللي فيها كل بهاريز الشوربة اللي موجودة. مفيش شوربة حطي مية عادي جدا عليها مكعب أو بودر
المتاح عندك واللي موجود معاكي. طبعا الشوربة او المية يبقى فيها الملح والفلفل بتاعها، تمام. وهنا خلاص ببدأ هنا اغطي عليها. هنا بدأنا بقى يجي شغلنا كده، جبنا الورق بتاع الاير فراير وبدأنا نضيف عليه الفراخ اللي احنا متبلينها بقالها ساعة وسايبينها. يا جماعة لازم تسيبيها في التتبيلة بتاعتها يعني ساعة، لو اكتر طبعا يبقى افضل، طبعا مفيش مشكلة كده او كده. يعني التتبيلة بتبقى بتخليها تستوي وتاخد من التتبيلة وطعم التتبيلة. هنا بدأنا نشغل كده، قلت يعني اعمل التايم بتاعها كده على 10 دقايق ونشوف ايه الدنيا معانا، وعلى 190 درجة حرارة. وبدأت اشغل. طبعا انا هنا هحتاج تاني، انا احتاجت بعد كده ان انا ازود معايا محتاجة طبعا شوية وقت كمان، فزودت لها بعد ما طلعت تاني. قلت يعني ايه في النص كده، قلت اشوفها عاملة ايه، لقيتها برضو لسه محتاجة شوية سوا، فزودت لها كمان يا جماعة يعني 15 دقيقة. يعني هي كده خدت مننا بالظبط ربع ساعة، وممكن ما تقلبهاش عادي جدا، هي كده كده استوت مع نفسها خلال ربع ساعة. انا عملت لها 10 في 15، تمام. وتطلع جميلة جدا وهايلة جدا. هنا بدأنا بقى ايه شوربة الخضار، الحبة اللي انا قلت لكم فيها الا ربع كده، هبدأ ازود الحاجات اللي هي مش بتستحمل سوا معانا هنا كرفس، عود كرفس جميل جدا وبيدي طعم ونكهة تحفة، ما بستغناش عنه. لو حتى الكرفس الفريش مش موجود، انا كده كده بخبينه فروزن عندي، بخزنه دايما مع بروكلي. الكرفس مع البروكلي في اخر حاجة خالص، عشان مش بيستحمل نهائي السوا معانا في شوربة الخضار وطعمها. وكلي احلى شوربة خضار مع طعم وريحة وتغذية. يا دوب بقول لكم هي دقيقة بالظبط كده وبطفي على شوربة الخضار تماما. حتى لو هو لسه فيه تركة كده بتكمل سواها مع الشوربة. وهنا خلاص الفراخ معانا استوت وبقت هايلة وتحفة. يلا جربيها وقوليلي رأيك فيها ايه، ولايك وشير معايا، تمام. حلو قوي واكل صحي جدا جدا، ومش محتاج اي حاجة ولا اي نظام غذائي، هو اكل صحي معانا.